اهلا بيك يا برج القوس في قناة جينيوس هالتاروت. خلينا نشوف النهاردة رسائل الملايكة ليك في الوقت الحالي. عايزين يقولوا لك ايه يا ترى؟ يلا بينا. مهم. برج القوس. طيب يا برج القوس، برج القوس، انت واضح ان انت في مرحلة حلوة اوي في حياتك، بس انت مش واخد بالك. انت مش مقتنع، غالبا مش مصدق. ليه كده يا برج القوس؟ انت مخلي مخاوفك على فكرة هي محجماك. بص، انت ممكن تكون في فكرة شغل جديدة، او انت بتفكر تعمل حاجة جديدة في شغلك، وبيجيلك افكار كتير من الناس حواليك و... وانت واقف، انت ما بتعملش حاجة. انت عندك مشكلة مع ان انت الدنيا مفتوحة لك. يعني الانجلز بيقولوا لك انت وصلت، اشتغلت على نفسك في حاجات كتير، وصلت لمرحلة كويسة، ف زي ما يكونوا هما بيسقفوا لك على اللي انت. برافو يا برج القوس، برافو. على الفترة اللي فاتت دي، واللي انت اللي اتعلمته، واللي انت شفته، وان انت عديت بحاجات كتير وامور كتير وخيانات كتير، وناس اتخليت عنها وناس سبتها وناس واتعلمت من العلاقات دي. ما بقيتش مركز ان انا الوحش والناس كلها بتسيبني. لا، انت بقيت فاهم الناس ان دي مرحلة وبتعدي، ان انا في دروس بتعلمها من خلال الناس ديت. انا مش لازم اتمسك بالناس اللي هم مش عايزيني. أم، اتعلمت. فالانجلز بيسقفوا لك سقفة حلوة على فكرة. فعرفت your self worth برضو الى حد ما. بس انت عندك مشكلة، انت ولا مركز ولا ملتزم. بكل صراحة، عندك مشكلة في الالتزام، وممكن تكون دي مسببة لك مشكلة في شغلك وفي حياتك حتى العاطفية. وعندك مشكلة في التركيز. انت مشتت، انت مش قادر تركز في حاجة واحدة. عمال عندك أفكار كتير، وبتفكر في حاجات كتير، وعايز تبتدي في فكرة شغل جديدة، وقاعد بتفكر مع نفسك، وبعد كده الناس تيجي تقولك أفكار تانية فأنت تتلخبط. لا، لما ربنا بيبعتلك ناس تقولك على أفكار، أو حد يقولك على أفكار، مش عشان تتلخبط، عشان ممكن بدل ما تقعد تقول أعمل ده ولا ده ولا ده، لا، أنا ألمهم كلهم كده مع بعض، واخد من كل حتة، من كل حاجة هناخد من كل رجل قبيلة. ماشي. وايه، ونخليها ممكن تعمل فكرة ذكية جدا، حلوة جدا، ناجحة جدا، هي دي اللي تعملها، مش عشان تتلخبط. بس انت عندك مشكلة ان انت محتاج تشتغل عليها. 3 حاجات: انك طاقتك مشتتة جدا، مشتت، مش مركز. عندك مشكلة في الالتزام بحاجة، وبتخاف من ان انت حد يتخلى عنك، او انت بتخاف من التغيير. يبقى انت بتخاف من التغيير، بتخاف الدنيا تتغير من حواليك. دايما قاعد وقلقان ومترقب، هل السعادة اللي انا فيها دي هتروح؟ هل السعادة فيها دي طيب طب بقى، طب انا ممكن اعمل حاجة وتبوظ. طب ما انا ممكن وبعد ما يعني اوصل لحتة بقى، وان انا امنت وان انا تمام والدنيا فل، فجأة كل حاجة تتغير. انت عندك خوف من التغيير. آم، ماشي، احنا عارفين انك مريت يا برج القوس بحاجات كتير. خلقك بقى ضيق جدا، بقيت اي حد مش عاجبك تقطعه من حياتك، بس بقيت متنح. سوري، يعني بقيت في شيء من البرود. مع انك مستقر وعارف ان كل الحاجات اللي انت مريت بيها دي عشان تتعلم حاجات، والفكرة ان انت اتعلمتها، بس انت لسه في حتة عندك بقيت خايف من التخلي، بقيت خايف من ان الحاجة تروح من ايدك. بقيت خايف تبتدي، ولما بتبتدي حاجة وبعدين ده على أثاره، لما بتبتدي حاجة سواء علاقة سواء شغل، بيحصل عراقيل كده صغيرة، بيحصل تأخيرات، بيحصل تغييرات. ده عشان
الانجلز وربنا يوجهوك ان انت بتخاف من التغيير، ده بيخليك زي تنح كده، مبقاش فاهم ايه اللي بيحصل. طب انا هقعد مكاني كده واشوف هعمل ايه. بطل تدوش نفسك بكلام الناس اللي حواليك يا برج القوس. تمام. ركز على حاجة وابتديها، وسيطر على نفسك، وخلي عندك روتين، عشان انت مشتت جدا وعندك مشكلة في الالتزام. انت محتاج بس تجين البالانس ده. والانجلز بتقول لك هما بيسقفوا لك على كل حاجه، هما مبسوطين بيك ومن مجهودك ومن كل اللي انت بتعمله، بس انت محتاج تخرج نفسك بقى من الالوجنز دي، من ان خوف من الخساره، الخوف من ان حد يتخلى عني، الخوف ان الدنيا تتغير، لان الدنيا هتمشي، وحتى لو في عراقيل او في تغييرات او كده فدي بتبقى اصلح لك واحسن لك، مش معناها ان ربنا هيمنع عنك الخير دوت او المنع عنك حاجه حلوة ليك. هو لو شايفها حلوة ليك ما كانش اخدها. تمام. فانت داخل على مرحلة فيها تطور هيحصل فجائي، وفيها تغيير ايجابي جدا في حياتك. ممكن تسافر فيها، او ممكن تجيب عربية، بس ممكن يكون فيها سفر. الانجلز بتقول لك ان العالم بين ايديك، يلا ابتدي. بص انت ماسك التو ماجيك وانز وهو، وايه، كل حاجة في ايدك. انت محتاج ايه؟ مش محتاج حاجة تانية، انت بس مخاوفك هي اللي محجماك، وانت خلاص قربت. يعني هما بيقولك ان انت قربت ان انت تتخلى عن مخاوفك دي تماما، وتشيل الغمامة من على عينك وتنطلق وتطلع بره. ده اطلع بره الكونفورت زون بتاعتك، بلاش قاعدة، بلاش كسل، ما تفضلش قاعد مركز على على ان في مثلا مشكلة دلوقتي، في تغيير، في لا، ركز على حياتك ومستقبلك. ولو في فكرة عمل عندك جديدة حتى لو بره مجالك، اطلع، يلا، اخرج، اخرج، يلا، بص، اخرج، كسر القيود، يلا يا برج القوس. والانجلز معاك وهيرشدوك، وما تقلقش. اهم حاجة ما تندفعش، خلي عندك بالانس، هدوء، التزام بس. وما تخافش، ومش هتبقى لوحدك. بالنسبة بقى للعاطفة، لو في تشويس انت المفروض تعمله، الانجلز بتقولك انك محتاج ان انت تتبع قلبك وتفتح قلبك. واذا في حاجة مثلا اتنين مثلا قدامك او كده، شوف انت قلبك بيقولك ايه، وما تقلقش وما تخافش، وما تقعدش بقى تأنب نفسك على حد تاني. طب لو اخترت دوت ده هيحصل معاه ايه؟ عارف؟ لا، انطلق. انطلق انت، ما تبطل تسجن نفسك. وفي نفس الوقت لو انت شايل في قلبك او شايل جروح من الماضي، it's time ان انت تسيبها عشان تعرف تستمتع بالعلاقة الحالية. انت برضو مقيد فيها وممكن تكون بتتعامل بقلق، بتتعامل بخوف، بتتعامل ان لا انا مش هعمل كذا لحسن يحصل كذا، انا مش هعمل كذا لحسن ده يزعل ويتضايق. لا، لا، انت محتاج تتعامل براحتك وفريلي جدا، اللي موجود وبيحبك هيفضل موجود مهما كنت انت عامل ازاي، اصلا as long يعني ان انت في حدود المسموح او في حدود اللائق يعني. تخشش كل يوم بالكرباج وتقول لا، لو بيحبني هيفضل، فاهمني؟ بس هو انت محتاج تعرف انك محبوب، وان انت تستحق علاقة كويسة. اي جروح من الماضي تخلى عنها خلاص، it's time ان انت تسيبها. فكرة ان انت اتعلمت دروسك كلها خلاص وانت فاهم، فمحتاج ان انت تولات جو. فالايدجز يعني بتقولك ان انت محتاج ان انت تكبر الحب اكتر في قلبك عشان يعني يكبر، وتفتح قلبك اكتر. وان العلاقة اللي انت فيها او اللي جايالك او اللي انت المفروض تعمل فيها تشويس دي حاجة انت مستنيها بقالك زمان قوي، ودلوقتي جه الوقت تعمل الاختيار دوت وتسمع لقلبك عشان تتبسط، وعشان تفتح قلبك، وعشان تحس الحب اللي انت نفسك فيه من زمان.
بس ودايما خليك في حالة فرحة وسعادة وجوي، وما تخليش المخاوف تملاك، عشان هو دوت السعادة دي هي اللي يعني هترشدك تروح على فين. بس اهم حاجة ان انت تتخلى عن الماضي، to release the past. هو بيقولك ان احنا عارفين ان دوت تحدي، بس هو سهل انك تعمله، وهو هيتحرر منك، وهم هيساعدوك في ده، ان انت تتخلى عن الماضي، عشان كمان الفايبريشن او الفريكونسي او الترددات بتاعتك تعلى اكتر. وهتعلى جدا زي يعني ما حصلش كده قبل كده، انك يعني تتخلص من كل ده، من كل الجروح دي، وانك الفريكونسي او الترددات بتاعت جسمك تعلى بالشكل ده. ما حصلش كده قبل كده، هم هيساعدوك على ده بس. ودايما تأكد ان اي نهاية معناها بداية جديدة حلوة مبسوطة. خلاص سيب بقى اللي فات، سيب اللي فات. ده واضح انك داخل على بدايات جديدة حلوة، سواء عاطفيا او عمليا. واضح انك يعني داخل على بداية جديدة حلوة. وبعدين ما تقلقوش، يعني اللي في اوريدي في علاقة ممكن يكون ليفل تاني من احلى من اللي قبل كده، يعني ما يقلقش ان هو هيسيب اللي قدامه يعني ولا حاجة. لا ما تخافوش، او اللي قدامه او اللي معاه هيسيبه. لا، ممكن يكون تنتقلوا لليفل تاني من الحياة ومن الحب ومن المشاعر، وليفل اخر من في العلاقة دي. بس اهم حاجة تركز على انك تبقى مبسوط، وتبص على الحاجات السعيدة، وتبص على الحاجات الإيجابية. وان انت محتاج عشان تغير حياتك، محتاج تغير افكارك السلبية، وتطلع بره المصيدة اللي انت عاملها لنفسك من الاخر، وتثق في نفسك زيادة. بس وان انت مش هيلبلس ولا حاجة، لا انت تقدر تساعد نفسك وتقدر تعمل ده، بس انت خايف تاخد اكشن. يلا خد المسؤولية حياتك وخد الاكشن، وما تقلقش، والانجنز معاك، ومفتاح الدنيا في ايدك. فانطلق انطلق يا برج القوس. دي نصيحتكم النهارده يا برج القوس، من اول رسائل بتاعتكم من الملائكة. فياريت تكون عجبتكم، وقولولي انتوا في انهي مرحلة دلوقتي، ويا رب وقولولي رأيكم في القراية. ويومكم سعيد. باي باي.